إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي بأن إعادة التنظيم والتوظيف التي بدأت بمستوى المديريات لتحسين الأداء السياسي والإداري ستتواصل في كافة مؤسسات الحكومة والجبهة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اجتماع الإدارات ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي افتتح صباح اليوم في إمباتكالا. وذكر الرئيس إسياس أفورقي في التوضيح الذي قدمه حول إعادة تنظيم مؤسسات الحكومة والجبهة في الاجتماع الذي شارك فيه حكام الأقاليم والمدراء الإداريين للأقاليم ومسؤولي أقسام الإدارة ومسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الأقاليم ومدراء المديريات، ذكر عدم استطاعة السير بهيكلة تنظيمية واحدة لا تتماشى مع تغييرات المراحل والمهام المتطورة، مشددا على وجوب إجراء تغييرات تنظيمية مرحلية لتفعيل أداء مؤسسات الحكومة والجبهة. وبموجب ذلك فإن إعادة التنظيم والتوظيف الذي بدأ بالمديريات مؤخرا سيستمر في كافة المستويات الإدارية والوزارات ومؤسسات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الشعبية. وقال إن إعادة التنظيم والتوظيف مهم لكنه ليس الهدف لوحده، لأن المبتغى من إعادة التنظيم هو تحقيق الكفاءة السياسية والإدارية، ولهذا يتوجب استمرار التأهيل الذي يهم السياسي الفاعل والإدارة الكفؤة ويوسع الفهم السياسي والإداري. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد بشأن أهداف الاجتماع أن البرنامج نظمه المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة للتأهيل والتوجيه بهدف تعميق فهم المسؤولين في أوضاع البلاد والأولويات والتحديات وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الجبهة والإدارات وتطوير وسائل عمل يحقق الفعالية والمساءلة للمسؤولين. وأكد بأن إعادة التنظيم لن يقتصر في المديريات وسيشمل كافة مؤسسات الحكومة والجبهة والاتحادات الشعبية في الداخل والخارج، مشيرا إلى إجراء التغيير التنظيمي حاليا في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، وبدأت اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد عملها. وانتقل الاجتماع عقب كلمة السيد الأمين محمد سعيد إلى البند الأول للاجتماع المتمثل في التوجيه والتأهيل، حيث قدم مسؤول الشؤون الاقتصادية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حاجوس جبرهيوت شرحا موسعا حول نظرة الجبهة الشعبية في الإدارة الكفؤة. وقال السيد حاجوس جبرهيوت بأن تنظيم الجبهة الشعبية الطليعي لديه تجربة إدارية ثرة، موضحا بأن الجبهة الشعبية معجزات تاريخية ليس لها مثيل بموارد محدودة، وهو تنظيم طور قيما مميزة للإدارة والقيادة المتفانية. وشدد بأن هذه التجربة المميزة تحتاج إلى التجديد المستمر تماشيا مع المراحل والتحديات والتطورات، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية تمضي قدما بالتعلم من الأخطاء، لأن الاعتراف بالقصور ليس ضعفا، ومن الطبيعي ظهور النواقص والقصور في العمل، لكن المطلوب تصحيح الأخطاء عاجلا والعمل بتفان لإيصال الهدف الذي قدمت من أجله التضحيات الجسام إلى مبتغاه. وذكر بأن القيم الإدارية التي شيدت عبر التجربة الطويلة ستستمر الآن أيضا، ويتطلب القيام بالتغيير الذي يتماشى مع أسلوب ووسائل العمل والمرحلة وأسلوب القيادة، والعمل على تنشئة شباب أكفاء في كافة المستويات الإدارية لتحمل المسؤولية. هذا ويتوقع استمرار الاجتماع الذي يحضره حوالي 150 من المسؤولين والكوادر حتى 20 من سبتمبر، وتقدم فيه مختلف الأوراق لتقوية الكفاءة السياسية والإدارية. أجريت 500 عملية جراحية ناجحة للعيون في مستشفى نور العين المرجعي بأسمرة بتعاون إدارة الإقليم الأوسط ووزارة الزراعة وفرق أطباء العيون السوداني البصر في الفترة من 14 وحتى 17 من سبتمبر. وقال المسؤول المؤقت للصحة الشعبية في وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسفاطين بشأن البرنامج أن الحكومة تقوم بحملة واسعة لمكافحة العمى، مؤكدا بأن الخدمات الصحية التي قدمت بالتعاون مع فريق البصر للأطباء السودانيين يساهم للإسراع بهذا البرنامج وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أسموئيل محمد من فريق البصرة الذي يأتي للمرة الثانية إلى إريتريا أن المعدات الطبية المتوفرة وخبرات الأطباء الإريتريين ساعدتهم لإنجاح عملهم. وذكرت السيدة ويني كحساي القادمة من منطقة طعزقة أنها أصيبت بالعمى لمدة 9 سنوات وقد تمكنت من النظر نتيجة العملية التي أجريت لها، وشكرت الخدمات الصحية المجانية التي حصلت عليها. وأشار السيد إدريس فرج من درفو أنه أصيب بالعمى 30 عاما، معربا عن سعادته البالغة لإعادة النظر إليه في عملية مجانية استغرقت ساعات قليلة. قدمت عبر البرنامج خدمات صحة العيون ل4,000 من مرضى العيون في الإقليم الأوسط. وكان فريق البصر لأطباء العيون السودانيين قد قام بتطبيب 3,500 مريض وإجراء عمليات عيون ل460 مريضا في الفترة من 6 وحتى 12 من سبتمبر في مستشفى بارونتو المرجعي. أوضح سكان ضاحية فيلدراب بمديرية حمل مالو بأن سد موشا عايق يساهم لتنمية المياه الجوفية والسطحية، وذكروا بأن السد وفر مياه الشرب والسقي لحجز مياه جيدة لغزارة الأمطار هذا العام، ويقومون بتنمية البساتين بالري من السد. وقال السيد إدريس محمد سعيد والسيد رمضان عثمان إن السد مهد للتنمية الزراعية المروية التي ساعدت على تحسين حياتهم المعيشية. وأوضح مدير مديرية حمل مالو السيد إدريس يعقوب أن سد تجميع المياه يسع أكثر من 300 ألف متر مكعب من المياه، مشيرا إلى وجود برنامج للتنمية الزراعية الجماعية أسفل السد إلى جانب المزارعين الأفراد. وأشار إلى مساهمة السد في حياة السكان والتنوع الإحيائي وحل مشكلة مياه الشرب التي كان يعاني منها سكان المنطقة كثيرا، داعيا السكان لحماية السد من الطماه. أوضح سكان تسني عن تلقيهم خدمات مواصلات جيدة من خلال شركة حارات للمواصلات العامة، وذكروا بأن الحافلات الحديثة التي دخلت البلاد مكنت المسافرين للحصول على خدمات مريحة بأسعار مناسبة. وقالت السيدة حياة إدريس أنها تختار شركة حارات أثناء السفر للخدمات المريحة والجيدة التي تقدمها، مؤكدة بأن إدخال الحافلات ساهم حل نقص في المواصلات وتسهيلها. وأشار السيد كيدان أواجو من جانبه إلى أنه ورغم وجود الكثير من الحافلات الخاصة على خط تسني، إلى أن المسافرين يختارون حافلات شركة حارات للخدمات الجيدة التي تقدمها، مشيدا باستثمار الحكومة في قطاع المواصلات. وأوضح المسافرون بأن بعض سائقي شركة حارات يمنحون الأولوية للركاب الذين لديهم البضائع، والذي يجبر الركاب الذين ليس لهم البضائع للانتظار الطويل، داعين إدارة الشركة لتعزيز المراقبة. قدمت فرقة المارشات التابعة لإقليم القشبركة عروضها في مدينة أقردات بالتعاون الفرقة الفنية التراثية لإقليم القشبركة. وأفاد السيد رزان أبراهام من إدارة إقليم القشبركة أن أن العرض هدف إلى إبراز التطور الذي بلغته فرقة المارشات في وقت وجيز. وأشاد حاكم إقليم القشبركة السيد محمد حامد بفرقة المارشات التي استطاعت تقديم عروض رائعة في وقت قصير، مؤكدا تقديم الدعم لها لمزيد من التطور. كما شاركت في الحفل الفرقة الفنية للاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القشبركة والفرقة الفنية للفرقة العسكرية 18.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.